مزيد من التفاصيل حول الخبر المتعلق بإلقاء عبوة ناسفة في محطة عين حلوان وإصابة 3 ضباط شرطة ومجندين. مزيد من التفاصيل نتواصل مع محمود محمدي الصحفي بجريدة فيتو. مساء الخير محمود، يعني المعلومات المتوفرة حتى الآن حول هذا الحادث وإلقاء عبوة ناسفة على ارتكاز أمني بمحيط جامعة حلوان تحديدا بكافيتيريا الواحة هناك. تمام، هو الانفجار حصل في كافيتيريا اسمها الواحة دي جنب محطة مترو عين حلوان. الانفجار تسبب في إصابة 3 ضباط وأمين شرطة. تم نقلهم إلى مستشفى الإنتاج الحربي منذ قليل. دلوقتي قوات الأمن فارضة كردون حوالين مكان الانفجار، وفي تواجد لسيارتين إسعاف وإدارة المفرقعات بتمشط المكان بالكلاب البوليسية. ده تقريبا، وفي وصول لعدد من قيادات الامن ومدير الامن موجود. هل العبوه دي كانت مزروعه ولا تم القائها على الكمين او على نقطه الارتكاز؟ يعني شهود العيان بيقولوا يا فندم ان العبوه تم القائها من عربيه نص نقل كانت يعني ماشيه في الطريق. القى احد ركاب السياره القى العبوه ومشي. طب درجه الاصابه يعني تحديدا قلت لنا ان 3 ضباط اصيبوا ومجندين. تمام. ما تعرفش درجه اصابه والله اللي بيقولوا الاصابات بالغه، وتم نقلهم على الفور في عربيات ملاكي لمستشفى الانتاج الحربي في حلوان. الحجم الانفجار يعني كان كبير يعني لا في المنطقه المحيطه؟ تسبب في تحطيم جزء صغير من سور الكافيتيريا وجزء صغير من شجره امام سور الكافيتيريا. طب الكافيتيريا دي معلش عشان نعرف تحديدا، يعني دي ملاصقه للجامعه لسور جامعه حلوان ولا في مواجهه المحطه؟ هي بعيده يا فندم عن محيط جامعه حلوان، يعني بينها وبين بين الجامعه محطه مترو بحالها. لكن نقطه الارتكاز دي امام محطه عين حلوان، مظبوط كده؟ يعني كده قوات الامن بتتمركز يعني بشكل يومي تقريبا امام محطه مترو عين حلوان، استعدادا مثلا لوجود مظاهرات في الجامعه او حاجه يبقوا في نقطه قريبه للجامعه، وفي نفس الوقت لو حصلت مظاهرات في حلوان نفسها يبقى الامن متواجد. طب المشهد الان وانا بكلمك يعني على الهواء، تم تمشيط المكان؟ تم تمشيط المكان بالكامل بالكلاب البوليسيه واداره المفرقعات، يعني حاولت بتجمع اشلاء القنبله لفحصها وفارضين كردون امني حوالين المكان كله، وفي تفتيش للسيارات المره. طيب يعني شهادات الشهود العيان، هل تواصلت مع حد شاف الانفجار او يعني عنده شهاده حول هذا الانفجار؟ احد شهود العيان قال لنا يا فندم ان الضباط طلعوا من الكمين ودخلوا يستريحوا عند الكافيتيريا، فحد استهدفهم اللي هو يعني كان قائد سياره نص نقل على حسب روايتهم، استهدف الضباط وهو ماشي بالعربيه القى عليهم القنبله. الحادث ده اول مره يحصل في النقطه دي او في المكان ده؟ ما حصلش او ما اتكررش قبل كده؟ ده اول انفجار تشهده المنطقه دي تقريبا يعني. أشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات محمود محمدي الصحفي بجريدة فيتو. نروح إلى داخل جامعة حلوان نشوف أحوال جامعة حلوان مع هاني محمد الصحفي من اليوم السابع. مساء الخير، أهلا بيك يا هاني. يعني أصداء الانفجار ده داخل الجامعة وحال والمشهد داخل أسوار جامعة حلوان إيه؟ لا هي احنا يا فندم هي الاوضاع هادئه تماما بالجامعه، والجامعه لم تتاثر تماما بالانفجار لانها يعتبر في المحطه اللي بعد الجامعه محطه اللي هي عين حلوان. في محطه بتفصل ما بين عين حلوان ومحطه جامعه حلوان نفسها، صح كده؟ بالظبط. يعني هو بعيد عن الجامعه تماما، والدراسه منتظمه تماما في الجامعه، وحتى الجامعه لم تلغي اي محاضرات، ولكن قامت مجموعات من الامن الاداري بتمشيط الحرم الجامعي للبحث عن اي عبوات اخرى يكون تم زرعها بالجامعه، وافراد فالكون على البوابات قاموا بتفتيش الشنط بمره اخرى واجراءات شديده للدخول والخروج لتامين الطلاب يعني، لكن الجامعه لم تتاثر باي شيء. والعمليه التعليميه والمحاضرات منتظمه، ما فيش اي مشاكل جوه الجامعه؟ تمام، ما فيش اي مشاكل في الجامعه تماما، والجامعه بعيده تماما عن الانفجار. تمام. ما فيش اي مسيرات او تظاهرات او ما شابه ذلك داخل الجامعه النهارده في حلوان؟ لا، لم يخرج طلاب الاخوان او اي من الحركات الثوريه داخل الجامعه باي مظاهرات. تمام.
تمام. طب يعني الأوضاع هادئة تمام. اطمنا ان الامور تسير بشكل طبيعي جدا داخل جامعه حلوان. بشكرك شكرا جزيلا هاني محمد الصحفي من اليوم السابع. لم تتاثر الجامعه بهذا الانفجار، ونعيد مره اخرى ان هذا الانفجار ليس انفجار بمحيط الجامعه او ده بجوار سور الجامعه، ده في امام محطه عين حلوان، ودي محطه يعني سابقه لمحطه جامعه حلوان. وتحديدا مره اخرى بنؤكد انه الانفجار ده نتج نتيجه القاء عبوه ناسفه على ارتكاز امني بمحيط كافيتيريا الواحه بامام محطه مترو عين حلوان. حتى الان كما افاد زميلنا محمود محمدي الصحفي بجريده فيتو اصيب 3 ضباط شرطه ومجندين تم نقلهم الى مستشفى الانتاج الحربي بحلوان.